أولمبياد باريس 2024 في كرة القدم. المنتخب المغربي أول منتخب عربي يحرز ميدالية برونزية في كرة القدم بعد ما أطاح بالمنتخب المصري بسداسية كاملة. مهرجان تهديفي لأسود الأطلس، واللاعب سفيان رحيمي ينهي البطولة كهداف بعد تسجيله 8 بونتو كاملين. بالنسبة لأسود الأطلس يتحصلوا على الميدالية البرونزية. الختام بالمشاركة التونسية في الأولمبياد في التايكواندو. بطلة إفريقيا شيماء تومي المصنفة العاشرة عالميا تواجه بداية من 7 و6 دقائق لاعبة بلغارية في مباراة التدارك من أجل الميدالية البرونزية. بالنسبة أنه يسجل في كرة ثابتة، سجل بالرجل اليسرى ثم الآن يسجل بالرجل اليمنى، وهدفين. استحق حكيمي أن يكون بين أفضل من اللاعبين في المنتخب المغربي، ولكن أظن بأن رحيمي فاقه لأنه سجل 8 أهداف وكانت أهداف أيضا حاسمة ومهمة جدا. هيثم فاروق، ماذا تقول للجماهير المصرية؟ خسارة قاسية، كان حلم قريب جدا من أجل أن يحقق ميدالية برونزية، لكن خسر في نتيجة غير مرضية وغير مقبولة كذلك للجماهير المصرية. أقول لهم لا تقسوا على هذا الجيل، لأن عملوا اللي عليهم، والحقيقة عملوا مجموعات بشكل رائع جدا. مباراة باراجواي ثم الانهيار، أنا أشوف ابتداء من الإكسترا تايم بتاع مباراة فرنسا ومباراة النهاردة. سفيان رحيمي موسم استثنائي بالنسبه له، حقق تشامبيونز ليج مع العين الاماراتي وهو يحقق البرونز مع منتخب المغرب. اهداف رائعه، لعيب مهم جدا، لا نملك لاعب مثله في منتخب مصر. نفس الشيء بالنسبه لحكيمي، قياده من الخلف وتسجيل اهداف. هدفه يعتبر هدف عالمي، لانه ممكن كل الاهداف يكون فيها مباغته او مفاجاه، انما هدف حكيمي كل الناس عارف انها هتصوب، وفي حائط بشري وفي حارس مرمى. انما المثير النهارده ان رغم ان مصر تميزت بصلابه دفاعيه في بدايه المباريات، ولكن مباراه النهارده 6 كرات اتشاطوا على التارجت، 6 اهداف، يعني علامه استفهام كبيره حوالين اداء من يتحمل هذه الخساره؟ انا اعتقد الجميع مش جهاز فني ولاعبين فقط لا غير، الكل. الترتيب لهذه الاسباب والخساره لمنتخب مصر قاسيه للجماهير المصرية، خصوصا ذكرت سفيان رحيمي ونجوم كانوا حاضرين، بالمقابل هناك نجوم لم يسمح لهم في الذهاب مع المنتخب. اكيد احنا اتحاد الكره لابد ان هو يكون في محاسبه. نفس الشيء بالنسبه للاعلام الرياضي عندنا، اللي هو الحقيقه ساعات في اشياء خطا كتير جدا، وبيحاول ان هو يضيف عليها الشرعيه والصواب، وده شيء غير جيد بالمره. ولكن بقول مره اخرى لا تقسوا على هذا الجيل، لان اللعيبه دي ادت ما عليها، ولكن دي في حدود الامكانيات. نعم، لقطه جميله لاشرف حكيمي شاهدناها عزيز بنيج. لقطه كانت مميزه، كما هي اللقطات الايجابيه المميزه التي كانت حاضره المنتخب المغربي وصناعه التاريخ في تحقيق البرونز في اولمبياد باريس. ولكن نفس اللقطات شفناهم ايضا في كاس العالم في قطر. العائلات تشارك ايضا مشروع ناجح للابناء، للاخوان، للزوجات، للأزواج. أنا أظن بأن عندما تشرك الجميع في مشروع، الكل يضم في اتجاه واحد، فهذا جيد جدا. استحق هذا الفريق أنه يفوز ببرونزية الصراحة، لأنه جيل من ذهب، جيل ذهبي. العديد من اللاعبين مميزين، العديد من اللاعبين عندهم إمكانيات مهارية وفردية وفنية رائعة جدا. أظن بأن استمتعنا صراحة مع المنتخب المصري، أيضا استمتعنا، ولكن أظن بأن المباراة اليوم أظهرت بعض الفوارق. صحيح أنهم استمتعنا بعيدا عن مواجهة اليوم عبد العزيز، صح، بعيدا عن، لأن النتيجة اليوم قاسية، قد تكون أنت لم تتوقع هذه النتيجة. أنا توقعت فوز المغرب، ولكن سوف تكون صعبة، المهمة صعبة. لكن أظن بأن المنتخب المغربي في الشوط الثاني صحح العديد من الأمور، منها أنه كان منضبطا من الناحية الدفاعية، ومن ثم كانت هناك مساحات استغلها. ولكن الهدف الثالث لبلال خنوس، نعم، أظن بأن مهد الطريق لكي تكون نتيجة قاسية على المنتخب المصري.